اهلا بكل طلاب الصف الاول الثانوي. مقدمه لك النهارده احلى هديه. هنراجع لك شهر اكتوبر اللي انت هتمتحن فيه ان شاء الله كمان شويه ايام كده قليلين جدا. هنراجع مع بعض الفلسفه والمنطق، مراجعه قويه جدا. شيرها مع كل اصحابك الموجودين من اول القاهره لحد اسوان. تعالى كده لما نشوف الفلسفه ونراجع اللي احنا خدناه. اول حاجه خدتها في الفلسفه مفهوم التفكير. يعني ايه ان الانسان بيفكر؟ قال لي الانسان بيفكر يعني بيشغل عقله، بيشغل ذهنه، والتفكير ده عمليه خاصه بالانسان لوحده. مفيش اي حد بيفكر الا الانسان بس. طب انا بفكر ليه؟ بفكر عشان احل مشكله، عشان افسر موقف، عشان عندي مثير معين. يعني ايه بيثير؟ اي كلمه مثير دي يعني منبه. اي حاجه بتثيرني اللي هي بتنبهني ابدا ان انا افسر المثيرات اللي حواليا. يعني عايزه تقول يا دكتور ان التفكير مجموعه العمليات العقليه. تعالى كده اما نشوف. ما احبش قوي ان انا اقعد اقرا كلمه كلمه. انت افهم مني. مجموع العمليات العقليه الراقيه التي يقوم بها الانسان. مستهدف ايه؟ قال لي مستهدف حل مشكله او تفسير موقف معين. طيب الانسان بيفكر ازاي؟ قال لك ان الانسان طول الوقت بيتعرض لمثيرات، مواقف، مشكلات طول الوقت. بيستقبلها عن طريق ايه؟ بيتم استقبالها عن طريق الحواس. انا واقفه كده في حد خبط، انا استقبلت الموقف دوت عن طريق الحاسه. انا واقفه قدامك فالموبايل رن، وانا ماشيه فلقيت العربيه اتعطلت. يبقى الانسان طول الوقت بيستقبل المثيرات والمواقف والمشكلات عن طريق الحواس. اديتك سؤال دلوقتي في الجغرافيا في التاريخ، فانت بصيت له وعن طريق الحاسه واستقبلته عن طريق الحس. يبدا عقلك يعمل عمليات ذهنيه انا مش شايفاك وانت بتفكر. عشان كده بنسميها عمليات ذهنيه غير مرئيه، محدش شايفها لحد ما توصل لحل للإجابة أو توصل لحل للمشكلة أو تفسر الموقف اللي أنت فيه. يبقى عندما يتعرض الفرد لمجموعة من المثيرات يتم استقبالها عن طريق الحواس، عندك 5 حواس لو أنت مش عارف، بيبدأ عقله مخه يعمل مجموعة من الأنشطة الذهنية. محدش شايفني وانا بفكر، ده لو شايفيني وانا بفكر كان زمانهم موتوني من زمان. عشان كده أنشطة ذهنية غير مرئية، بهدف ايه؟ ان هو يفسر المثيرات او يلاقي حل للمشكلات اللي بتقابله. طيب الانسان بيفكر كتير، قالك طول الوقت الانسان بيفكر. الكتاب جاب لك 4 امثله تطبيقيه شرحناهم قبل كده وتعالى نراجع عليهم. ايه هي الامثله التطبيقيه؟ قالك اول حاجه اسمها تنظيم الخبرات. عندي خبرات كبيره، عندي معلومات طول الوقت انا بنظمها. يعني ايه كلمه تنظيم خبرات؟ خلي بالك انا حاطه لك الكلمات المفتاحيه اللي ممكن تلاقيها في الامتحان فتبقى عارف الاجابه على طول. يعني ايه تنظيم خبرات؟ قال لي تنظيم خبرات يعني ترتيب افكار. برتب افكاري في مهنتي، برتب افكاري وانا داخل الامتحان. يبقى انا بعمل حاجه اسمها تنظيم خبرات. انظم اوقات المذاكره، بنظم اوقات العمل بتاعي، بعمل جدول مذاكره معين، برتب افكاري عشان اقنع اللي قدامي. يبقى دي نقطه او دوت حاجه اسمها او مثال اسمه ايه؟ اسمه تنظيم الخبرات. يبقى اول موقف بيثير التفكير او اول مثال بيثير التفكير عند الانسان تنظيم الخبرات. طب تاني حاجه، وانا في الامتحان قاعد بفتكر الدكتور كانت بتقول ايه. يعني انا بستخدم عقلي ومخي في عمليه او في مثال بسميه حاجه اسمها ايه؟ تذكر الماضي. يعني ايه تذكر ماضي؟ استدعاء احداث سابقه. يعني ايه تذكر ماضي؟ يعني مواقف سابقه. يعني ايه تذكر ماضي؟ خبرات حصلت لي في الماضي. بفتكر اجابه سؤال سمعته قبل كده، بفتكر ذكريات طفوله، كل دي حاجات تجي لك في الامتحان. ذكريات طفوله حصلت لي قبل كده، بفتكر جمله قريتها في كتاب في موقف سابق. يبقى تاني حاجه الانسان بيشغل فيها عقله بيصير فيها تفكيره تذكر الماضي. طب تالت حاجه ان انا عندي طول الوقت تفكير في اللي هيحصل بكره. هيحصل بكره دوت يعني التخطيط للمستقبل. بحط هدف، بحط خطه مش عشان انفذها دلوقتي، عشان انفذها في الايام المقبله. دي تالت حاجه عندي اسمها ايه؟ اسمها التخطيط المستقبل. طب تجي لك في ازاي في الامتحان او ايه الكلمات المفتاحيه؟ يقول لك وضع خطه مستقبليه، يقول لك اي حاجه تحصل في الاحداث القادمه، يقول لك مصر حطت خطه لتطوير الصناعه 2050، مصر حطت خطوات تنفيذيه علشان تحل مشكله الازدحام المروري 2030. يبقى اي حاجه بتحصل فيما هو قادم ده تخطيط للمستقبل. طب رابع حاجه، قال لي رابع حاجه حل مشكلات. يعني ايه كلمه مشكله؟ كلمه مشكله يعني عقبه.
كلمة مشكلة يعني صعوبات، كلمة مشكلة يعني معضلات، يعني موقف غامض أنا بوصل له الحل، أنا بوصل له التفسير. يبقى الإنسان بيفكر في 4 مواقف، إما هو هيعمل تذكر ماضي، إما هينظم التفكير، إما هيعمل تخطيط للمستقبل، إما هيحل مشكلات. طيب بعد كده قال لي إيه هي أهمية التفكير؟ هل التفكير مهم؟ الحقيقة التفكير مهم. ركز بقى في الامتحان وتعالى أقول لك اللعبة في الامتحان تيجي إزاي. بص على السؤال، لو السؤال أهميته ليا كشخص كفرد واحد يبقى احنا شغالين على المنفعة العملية للفرد. لو مهم بقى للمجتمع، مهم بيحل مشكلة صناعة، بيحل مشكلة زراعة، بيحل مشكلة إدمان، اللي هي مشكلات بيعود النفع علينا كلنا، يبقى دوت منفعة عامة للمجتمع. لو يقول لك توافق، تكيف، تلائم، راحة نفسية، مشكلات حواليا فانا بحاول اتغلب عليها واتكيف معاها، يبقى ده صحه نفسيه. تعالى كده اما نشوف الكلام دوت يعني ايه المنفعه العمليه للفرد. قال لك ان حضرتك بتفكر عشان تبقى انت الافضل، عشان تبقى انت قادر تاخد مجال التنافس، عشان تبقى انت قادر تنجح وتتفوق في حياتك، يبقى دي منفعه عمليه للفرد. طب امال ايه المنفعه العامه للمجتمع؟ انا هحل مشكله بس تخص المجتمع كله. انا هفكر ازاي احل مشكله الادمان، ازاي ان انا احل مشكله البطاله، يبقى دي مشكله بتعود على المجتمع مش على الفرد، يبقى دي منفعه عامه للمجتمع. طب انا بفكر ليه كمان يا دكتور؟ قال لك بتفكر عشان تعمل حاجه اسمها الصحه النفسيه. يعني ايه الصحه النفسيه؟ تتكيف، تتوافق، تتلائم، تنسجم، كل الكلام ده يجي لك في الامتحان. معاك الكراسه بتاعتك والكشكول واكتب ورايا الكلمات دي كلها. بتتكيف، توافق، تكيف، تلائم، انسجام مع المتغيرات والظروف اللي حواليك. هجرة، وفاة أحد الأشخاص، نقلت البلد تانية، سافرت البلد تانية مختلفة في اللغة ومختلفة في العادات والتقاليد، رحت مدرسة تانية، يبقى دي كلها حاجة اسمها الايه؟ الصحة النفسية. طب رابع حاجة قال لي الإنسان بيفكر عشان يحلل ويقوم الأفكار اللي بيتلقاها، خاصة لو الأفكار دي هدامة وخاطئة، اللي احنا بنقول القدرة على التحليل والنقد والتقويم. يبقى عندي 4 أهميات للتفكير، قلت لك الكلمات المفتاحية بتاعتهم اللي لو لقيتهم في أي سؤال تحل الإجابة على طول وأنت مغمض. طب إيه أساليب التفكير اللي هو لازم وش يجي لك سؤال؟ يجي لك سؤال مقالي ويجي لك سؤال اختيار من المتعدد اللي هو الام سي كيو. عندي 4 أساليب، ما تيجي كده نشوفهم ونشوف ايه الكلمات اللي تسهل لنا الإجابة. قال لي أول حاجة أسلوب خرافي، ساذج، متخلف عقليته، صاحبه عنده تخلف عقلي بعيد عنك، عنده عدم اكتمال نضجه، بيتكلم في خرافات، حاجات غيبية، حاجات غير علمية، غير منطقية، حاجات بدائية جدا جدا، يبقى دي كلها تفكير خرافي. يقول لك سوء حظه، يقول لك تميمه، تميمه اللي هو زي سلسله كده يعني، يقول لك خرزه زرقاء، يقول لك دجال، يقول لك شعوذه، يبقى ده كلها اسلوب خرافي. طيب امال ازاي الاسلوب الديني؟ قال لي الاسلوب الديني بيربط الظاهره بقدره الله تعالى، يعني هو اسلوب ايماني، اسلوب عقائدي، طول الوقت بيتامل في الظواهر اللي حواليه علشان يشوف عظمه وقدره الله اللي بتفوق قدره الانسان لوحده. يعني هو يجي لك في الامتحان ايماني وعقائدي، اي حاجه ليها علاقه بالايمانيات والعقائد يبقى ده اسلوب ديني وش. طب الاسلوب الرابع الاسلوب العلمي او الثالث العلمي. الاسلوب العلمي اسلوب بيلجأ ليه العالم او بيستخدمه العالم، وممكن يستخدمه الشخص العادي على فكره، ومش قاصر على العلماء بس يعني. اسلوب ليه خطوات المنهج التجريبي، اسلوب بيبحث عن العلل، بص بيقول لك ايه؟ بيبحث عن الاسباب الحقيقيه، بيستخدم الماديات. يعني ايه؟ يعني بيتناول كل ما هو مادي وجزئي، يعني زي العالم كده بيتناول الحاجات الماديه، الظواهر الكونيه دي ظواهر ماديه. جزئيه يعني بيتناول جزء فقط، مش بياخد الموضوع كله. حسي يعني بيعتمد على ما كل ما هو حسي ينفع ان هو يشوفه بعينيه، زي العالم كده بيشتغل على الظواهر الكونيه، كسوف وخسوف، مد وجزر، زلازل، كلها ظواهر حسيه وماديه وجزئيه. قال لي بيستخدم خطوات المنهج التجريبي اللي هي بتبدا من اول الملاحظه لحد لما يوصل لقوانين محدده. قال لي دايما العالم بيبحث عن العلل القريبه. يعني ايه العلل القريبه؟ تروح للدكتور تقول له سناني بتوجعني، يقول لك تسوس، عله قريبه. زلزال، تصدع في القشره الارضيه، عله قريبه. مد وجزر، جاذبيه قمر، عله قريبه. يبقى دايما الاسلوب العلمي بيبحث عن العلل القريبه والمباشره.
بيستخدم المنهج العلمي زي ما احنا قلنا بدايه من الملاحظه، سواء الملاحظه دي عن طريق الحواس، وبيبدا ان هو يعمل تجارب لحد ما بيوصل لقوانين محدده. يبقى اي حاجه تلاقيها في الافكار دي على طول يبقى ده اسلوب علمي. طب الاسلوب الاخير، قال لي الاسلوب الاخير الاسلوب الفلسفي. الاسلوب الفلسفي اسلوب بيعتمد على التامل العقلي. لما الفيلسوف بيبحث مشكله او يتناول قضيه معينه يتناولها بشكل كلي عام شامل. يعني لما بيجي يدور على حلول للبطاله بيدور على حلول للبطاله لكل زمان ولكل مكان، مش حل للبطاله لمكان معين ولا زمان معين. عشان كده بنقول اللي هو كلي وعام. بيبحث في الاسباب البعيده، عشان كده بنقول ان هو بيدور على المبادئ الاولى شامل علل بعيده. يعني مثلا تقول له ايه هو اسباب الزلزال مثلا، تصدع في القشره الارضيه مثلا يعني، فيقول لك طب ايه هي اسبابها، ويقعد يدور. عشان كده حتى بنقول ان الفلسفه خاصيه من خصائصها ان هي تساؤلي، يقعد كل اجابه يوصل لها يحطها في سؤال لحد ما يوصل للعلل البعيده والعلل الغير مباشره. احيانا هو مش بيعمل كده بس، بيربط الظواهر بعضها البعض. يبقى الاسلوب الفلسفي غير الاسلوب العلمي، غير الاسلوب الخرافي، غير الاسلوب اللي هو الديني. تعالى ناخد اللي بعد كده اللي هو العلاقه ما بين الفلسفه والعلاقه ما بين الفلسفه والدين والعلم. ركز في الجزئيه دي كويس قوي 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 علشان هي مهمه. وفي فيديو هتلاقيه موجود عندك برضو بشرح لك فيه العلاقه ما بين الفلسفه والدين والعلم. بص عليه ويشوف ده وشوف دوت، عشان في الاخر خالص ان شاء الله تبقى متفوق في الفلسفه والمنطق. اول حاجه الفلسفه، قال والله ان الفلسفه ايه هي موضوعها؟ موضوع الفلسفه بتدرس قضايا الانسان. يعني ايه بتدرس قضايا الانسان؟ اي قضيه ليها علاقه بالانسان الفلسفه بتدرسها. زي القضايا الجماليه، الشيء الجميل والشيء القبيح الفلسفه تدرسه. قضايا الحق، الخير، التسامح، العداله، كل دي قضايا. الديمقراطيه، اي قضيه خاصه بالانسان الفلسفه بتدرسها. الفلسفه بتشوف المعلومه اللي بيوصل لها الانسان هل بيوصل لها عن طريق العقل ولا عن طريق الحواس. دي قضيه من القضايا اللي الفلسفه بتدرسها. طب قال لي كمان القضايا البيئيه، ده انت عندك في الترم الثاني ان شاء الله فلسفه البيئه، فلسفه البيئه وازاي ان انا اتعامل مع البيئه. انا في الامتحان خليك عيل كده عارف اللي هو عيل ذكي، يعني عارف يقول لك كده معلش باللغه الدارجه عيل صايع، بس صايع في حل الاسئله مش في حاجه ثانيه. اللي هو ايه؟ لو جالك السؤال بيقول لك ايه اللي بيدرس يبقى ده الموضوع. مثلا يقول لك علم النبات يقوم بدراسه النباتات وكذا وكذا وكذا، يبقى ده الموضوع. يقول لك الفلك بيهتم بدراسه الاجرام السماويه والكواكب، يبقى دوت الموضوع. يبقى ايه اللي هو بيدرس، ايه اللي بيدرس يبقى ده الموضوع على طول. طيب قال لي في الموضوع ان الحقيقه اللي انت بتوصل لها عن طريق الفلسفه حقيقه نسبيه. يعني ايه حقيقه نسبيه؟ يعني متغيره، يعني مش ثابته. يعني كل فيلسوف ليه وجهه نظر. لو انا جبت مثلا موضوع زي الحق وقدامي 10 من الفلاسفه، كل واحد هيقول وجهه نظر مختلفه عن التاني. عشان كده بنقول ان الحياه نسبيه، مختلفه، متغيره، مش ثابته. ده لطبيعه الموضوعات. موضوعات الحياه ناس بتختلف فيها حسب كل زمان وحسب كل مكان وحسب العصر اللي هو عايش فيه. فعشان كده بنقول ان الحقيقه الفلسفيه حقيقه نسبيه ومتغيره. طب ده موضوع الفلسفه. امال موضوع، تعالى كده موضوع الدين، حطهم لك في جدول مقارنه عشان تبقى واضح ما بينهم. الدين بيدرس ايه؟ قال لك الدين بيدرس فكرتين، حطهم جوه عينيك وجوه دماغك. اول حاجه بيدرس العلاقه ما بين العبد وربه. ازاي ان انت تتقرب لله. وانا بتقرب له ازاي يا دكتور؟ قال لحضرتك بتتقرب عن طريق العبادات والعقائد. يعني ايه عبادات وعقائد؟ صلاه، صوم، زكاه، حج، عمره. يبقى لما يجي السؤال في اي فكره من الافكار دي على طول يبقى ده موضوع الدين. طب ايه كمان؟ قال لك الموضوع الدين بيدرس العلاقه ما بين الانسان واخيه الانسان. ازاي في عمل صالح، ازاي في صدقه، ازاي في كلمه طيبه. يبقى العلاقه ما بين الانسان وربه، والعلاقه ما بين الانسان وغيره من الافراد. طب الحقيقه الدينيه، قال لك ان الحياه الدينيه عكس الحياه الفلسفيه. لو الحياه الفلسفيه ثابته فالحياه الفلسفيه متغيره، سوري، فالحياه الدينيه حياه ثابته مطلقه ما بتتغيرش. يعني انا ما ينفعش اجي دلوقتي اقول ايه، بصوا بقى الزمن سريع، ايه رايك بقى ان احنا ايه نخلي الصلوات 4 صلوات؟ لا، ما فيش الكلام ده. الحياه الدينيه حياه ثابته، حياه مطلقه،
حقيقه ما فيهاش اي تعديل، ما فيهاش اي تغيير، ولا حتى ينفع ان انت تشك فيها. يعني ما ينفعش ان انا اجي اقول لك موقف ديني وانت تشك فيه، لا، ولا تعدل ولا تطور. عشان كده بنقول ان الحقيقه الدينيه حقيقه ثابته ومطلقه، تنأى. يعني ايه تنأى؟ تبعد عن اي شك او تعديل او تطوير. يبقى انا في الامتحان، خلي بالك هنا انا بدربك للامتحان، يبقى انا في الامتحان ناصح اشوف السؤال بيتكلم في ايه. لو لقيته بيتكلم في علاقه الله، علاقه الانسان بالله، علاقه الانسان بغيره من البشر، يبقى انا شغاله على موضوع الدين. بيتكلم في الحقيقه الدينيه ثابته، يبقى انا شغاله على موضوع الدين. بيتكلم في موضوعات زي الجمال، زي المعرفه، زي البيئه، زي اي موضوع من الموضوعات الفلسفيه دي، يبقى احنا بنتكلم في موضوع الفلسفه. بيتكلم ان الحقيقه مش ثابته، حقيقه متغيره، حقيقه مختلفه، يبقى احنا شغالين على موضوع الفلسفه. طيب، امال بقى المنهج، كلمه المنهج اعرفها كده بقى ازاي. حلو اللعب ده. المنهج ازاي انا بدرس الشيء؟ بدرسه عن طريق ايه؟ ده المنهج. عشان كده حتى احنا بنقول ان كلمه المنهج الوسيله، كلمه المنهج الطريقه. انا بدرس ازاي الشيء، يبقى هو المنهج بتاعه. طب منهج الفلسفه ايه؟ حاجتين تعرفهم زي اسمك، العقل والحوار. الفيلسوف ما بيقبلش اي شيء الا عن طريق الحوار، اللي هو الجدل، الكلام، التساؤلات. وما بيقبلش اي شيء الا لما يخضعه الاول للعقل، الدليل العقلي. يبقى منهج الفلسفه حاجتين، دليل عقلي وعقل، الحاجه الثانيه الحوار والجدل والتساؤلات. طب امال منهج الدين؟ قال لي منهج الدين مختلف يا دكتور. منهج الدين الايمان والتسليم. انا مؤمن، انا مسلم. يعني ايه كلمه مسلم؟ انا مسلم بكل ما هو منزل من عند الله، عن طريق الوحي، عن طريق الرسل، عن طريق الانبياء، عن طريق الاديان السماويه. يبقى المنهجين مختلف. يبقى اللي بيسال ويحاور ويجادل ويخضع كل شيء لعقله ويفكر فيه الفيلسوف. اما اللي منهجه الايمان والتسليم بكل ما هو منزل هو رجل الدين. يعني معنى كده ان رجل الدين ما بيفكرش لغي عقله، لا بيفكر. طب بيفكر امتى؟ قال لي الحقيقه بيستخدم عقله لو عايز يأول صوره. يعني ايه يأولها؟ يفسرها، شوف معناها. لو قدامه خصم مختلف عن دينه فهو بيتحاور معاه ويجادل معاه عشان يرد على خصمه، فهو بيستخدم عقله. يبقى المنهج بتاع الدين الايمان والتسليم، لكن المفكر الديني بيستخدم عقله فقط في ان هو يفهم ويفسر ايات معينه، او ان هو يرد على خصومه. تمام كده؟ يبقى احنا خدنا كده الموضوع وخدنا المنهج. طب بعد كده الغايه. الحقيقه قال لي ان الغايه اللي هو الهدف واحد، سواء كان في الفلسفه او سواء كان في الدين، وهي ادراك الحقيقه. بيلتقوا هنا في النقطه دي. الفلسفه عايزه توصل للحقيقه، والدين في نفس الوقت عايز يوصل للحقيقه. في سؤال دايما بيجي هديه، يجيب لك عباره ويقول لك دوت بيمثل العلاقه ما بين الفلسفه والدين من حيث، يجي لك تكامل، يجي لك توافق. خلي بالك العلاقه ما بين الفلسفه والدين عمرها ما تبقى تضاد، عمرها ما تبقى تنافر، عمرها ما تبقى تناقض، ده بيبقى سؤال هديه. تمام كده؟ طيب، العلاقه ما بين الفلسفه والدين. قال لي الحال ان مش كل الفلسفات رافضه للاديان، ولا كل الاديان رافضه للفلسفات. مش صراع مطلق، يعني هو مش صراع كده وخلاص، لا. طب ايه كمان؟ قال لي ان الفلسفه والدين بيلتقوا في وحده جوهريه. ايه الوحده الجوهريه اللي هم بيلتقوا فيها؟ هي معرفه صانع العالم. يعني ايه معرفه صانع العالم؟ قال ان هما الاثنين واجهين لحقيقه واحده. الدين بيقول لحضرتك ان في صانع للعالم، في ربنا هو اللي صنع العالم دوت كله، هو اللي خلق العالم. وفي نفس الوقت الفلسفه بتدرس الموجودات. يعني ايه موجودات؟ كل ما هو موجود في الكون، عشان تستدل منه، عشان توصل منه ان في صانع، ان في ربنا. يعني الدين بيقول لحضرتك ان في ربنا، والفلسفه بتدرس في الموجودات عشان تقول لحضرتك ان في ربنا. طب ما هو ما فيش تناقض ما بينهم، بالعكس ده في توفيق ما بينهم. طب ايه الحاجه الثانيه؟ قال لي ان الاثنين بيشتركوا في غايه واحده. ايه الغايه اللي هما بيشتركوا فيها؟ تحقيق السعاده. فلسفه عايزه تحقق لك السعاده، والدين عايز يحقق لك السعاده، لا ده عايز يزعلك ولا ده عايز يزعلك. يبقى بيلتقوا في وحده جوهريه وهي صانع العالم، بيلتقوا في شيء اساسي اللي هو تحقيق السعاده للانسان. قال لك كل الاديان السماويه الحقيقه حست الانسان. يعني ايه حسته؟ يعني قالت له شغل عقلك، الطاسه اللي فوق دي شغلها، ما تخليهاش مركونه كده. قال لك حتى لما القرآن الكريم اتكلم عن العقل، اتكلم موضوع تعظيم، تشريف،
افلا يتدبرون افلا يبصرون قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. فجميع الاديان السماويه حست الانسان اصلا على اعمال العقل. يبقى انت خدت دلوقتي العلاقه ما بين الفلسفه والدين من حيث الموضوع ومن حيث المنهج ومن حيث الغايه. قلت لك اللعبه ازاي. شوف السؤال، لو ايه اللي العلم ده او الفلسفه والدين بيدرسها يبقى احنا شغالين عن الموضوع. ازاي بيتم دراسته يبقى دوت منهج. الغايه واحده اللي هي الهدف، سواء في الفلسفه او سواء في الدين. طب الفلسفه والعلم، تعالى كده لما نشوف. قال لي هنا بقى زودنا نقطه ووجه للمقارنه. الفلسفة ايه هي موضوعها؟ قال لك الفلسفة بتهتم بدراسة كل ما هو كلي ومعنوي ومجرد. يعني ايه كلمة معنوي ومجرد؟ يعني مش ملموس. بص كده، يعني مش محسوس، غير ملموس، غير محسوس. ديمقراطية، حق، عدل، تسامح، استقلال فكري، حرية إنسانية، كلها موضوعات معنوية ومجردة، غير ملموسة وغير محسوسة. لما بتدرسها بشكل كلي. يعني ايه شكل كلي؟ عام شامل. يعني هي ما بتدورش على الحرية في زمان معين ولا في مكان معين، لا، ده هي بتتجاوز حدود الزمان وحدود المكان. يبقى أول حاجة موضوع الفلسفة. تاني، موضوع الفلسفة كلي معنوي مجرد. طب العلم عكسها على طول. قال لي العلم بيتناول الموضوعات الجزئية. يعني ايه موضوعات جزئية؟ تلاقي في تخصصية في العلم، تلاقي فيه دكتور تخصصات، حتى جوه التخصصات دي تلاقي تخصصات تانية. بص حواليك كده في المدرسين، مش هتلاقي مدرس بتاع كله اللي هو بيديك كيمياء وفيزياء واحياء وتاريخ وجغرافيا وانجليزي وعربي، مفيش الكلام دوت. هتلاقي ان العلم جزئي تخصصي مادي حسي، يعني بيتعامل مع الظواهر الماديه الحسيه اللي انت ممكن تشوفها بعينك المجرده او تحت التلسكوب، زي ظواهر الكون اللي حواليك، زي الامراض، زي الاوبئه، كلها حاجات ماديه وحسيه. يبقى الفلسفه كلي معنوي مجرد، العلم جزئي مادي حسي، ده الموضوع. طب بيتم دراسته ازاي؟ ما دام قلنا كلمه ازاي يبقى احنا شغالين على العام اللي اسمه المنهج. طب منهج الفلسفه ايه؟ العقل. احنا لسه قايلينها، خلي بالك قبل كده اصلا. قال لي عقل. كل شيء بيخضع في الفلسفه للعقل. منهج الفلسفه تاملي. الفيلسوف بيتامل الموضوع اللي هو بيدرسه، بيتامله بعقله بذهنه، بيحلله لحد ما يوصل للمبادئ الاولى. يعني ايه المبادئ الاولى؟ ابعد حاجه ليه. يبقى منهج الفلسفه منهج عقلي تاملي تحليلي. طب العالم، هل العالم قاعد بيتامل؟ هل العالم قاعد ان هو بيفكر بشكل تاملي؟ قال لي لا. العالم بيتبع خطوات المنهج التجريبي. ايه خطوات المنهج التجريبي؟ بيعمل ملاحظه، هو عنده ظاهره دلوقتي وليكن مثلا ظاهره الانحراف، هو بيبدا يلاحظها، يجمع بيانات ومعلومات عنها، يبدا يحط حلول مبدئيه ويشوف الحلول دي هتصلح، ايه هي الحل الاصلح او الحل النهائي، لحد ما يوصل لقانون. عشان كده بنقول المنهج بتاعها حسي تجريبي. ايه تجريبي دي؟ اللي هي خطوات المنهج التجريبي. يبقى منهج الفلسفة عقلي تأملي تحليلي، منهج العلم حسي تجريبي، بيخضع الحواس للمنهج التجريبي اللي أنا لسه شارحاه لحضرتك. طب إيه هي الغاية؟ كلمة الغاية يعني الهدف. خليك ذكي في الامتحان. لما تلاقي البدايل غاية وهدف احذف الاثنين، لأن الاثنين واحد. لما تلاقي البدايل في منهج ووسيلة الاثنين واحد احذفهم، منهج وطريقة الاثنين واحد احذفهم. في حاجات كده بسيطة فنيات تسهل عليك الإجابة طول ما أنت ماشي. طب ايه هي غايه الفلسفه؟ قال لي دايما الفلسفه بتبحث عن العلل البعيده. يعني ايه كلمه علل؟ لو انت لسه مش عارف كلمه علل يعني اسباب. بتدور على ابعد عله موجوده، ابعد سبب، اسباب غير مباشره للظاهره. زي ما احنا قلنا مثلا، لو قلنا المد والجذب تدور على ابعد سبب ليها. نمو الكائن الحي ابعد سبب لنمو الكائن الحي. يبقى الفلسفه دايما بتبحث عن العلل البعيده، العلل الغير مباشره للظاهره. اما العلم لا، العلم علل قريبه، اسباب مباشره، اسباب واضحه للظاهره. طب ضاف لي حاجه بقى جديده. ايه الحاجه الجديده دي؟ قال لي عندي حاجه اسمها طبيعه الحكم. يعني ايه طبيعه الحكم؟ الفلسفه دايما ذاتيه متغيره. يعني ايه؟ يعني انا لو جيت طرحت على اتنين مثلا، واحد عايش في سلام واحد عايش في حرب، قلت له ايه وجهه نظرك عن مفهوم الامان؟
كل واحد هيقول وجهة نظره حسب البيئة اللي هو عايش فيها، حسب العصر اللي هو عايش فيه، حسب الظروف اللي عايشها، حسب التربية، حسب النشأة، حسب الأسرة، حسب حاجات كتير قوي. عشان كده الفلسفة دايما ذاتية متغيرة، بترجع لوجهة نظر الفيلسوف وحكمه الشخصي. بيقولك الحقائق الفلسفية ذاتية متغيرة، وجهات النظر مش واحدة. ده انت حتى يا مؤمن لما تيجي سقراط وارسطو وافلاطون اللي هو كل واحد فيهم تلميذ للتاني، تلاقيهم من وجهة نظرهم مش واحدة في الموضوع الواحد. ليه؟ طبيعة الموضوعات كل واحد حسب دماغه، كل واحد حسب تربيته، كل واحد حسب نشأته. يبقى دايما الحقائق الفلسفية ودايما طبيعة الحكم في الفلسفة ذاتي ومتغير وليس ثابت. لكن العلم قال لي لا، طبيعة الحكم في العلم الحقائق العلمية موضوعية. خلي بالك ان في طلبة بتتلخبط ما بين كلمة موضوعية وموضوع تاني. كلمة موضوع الفلسفة أو موضوع العلم يعني هو بيدرس إيه، لكن الموضوعية كلمة موضوعية دي للعلم فقط. يعني إيه العالم موضوعي؟ يعني العالم ما بيدخلش آراءه الشخصية، ما بيدخلش آراءه السياسية ولا الدينية في الموضوع، زي ما هو بيشوف في الواقع مرجعه الواقع ومرجعه التجربة. بدليل ان انت لما بتروح تشتري دواء بيقول لك الاثار الجانبيه، يعني هو بنفسه بيقول لك خلي بالك الدواء دوت هيعالج لك الكحه لكن هيأثر على 1 و2 و3 و4. يعني هو الراجل ما تحيزش للدواء بتاعه، يعني معنى كده ان هو موضوعي. بص بيقول لك ايه، الحقائق العلميه موضوعيه وثابته ما بتختلفش من عالم لعالم. الحقائق العلميه لا مجال لاختلاف العلماء، مفيش اختلاف ما بينهم، مش كل واحد برأي، مرجعهم الواقع والتجربه. يبقى احنا خدنا الفرق ما بين الفلسفه والدين، خدنا الفرق ما بين الفلسفه والعلم، وبكده يبقى انت وقفت لحد ما انت هتمتحن ان شاء الله باذن الله الامتحان بتاع شهر اكتوبر. طب تعالى بقى لما نراجع المنطق ونشوف المنطق اللي معقدكوا دوت وهو ما فيش اسهل منه في الحياه. تعالى كده لما نشوف اول حاجه بيتكلم على تعريف المنطق. المنطق انت عندك تعريفين، تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. يعني ايه معنى كلمه لغوي؟ معنى كلمه لغوي يعني في المعجم، يعني في القاموس. معنى كلمه اصطلاحي يعني كمفهوم كمصطلح. طب كلمه منطق في اللغه يعني ايه؟ قال لك هي كلمه اصلا مشتقه من الكلمه اليونانيه اللي هي اسمها لوجوس. طب لوجوس دي بمعنى ايه؟ لوجوس دي بمعنى الكلمه او العقل. طب امال في اللغه العربيه قال لك مشتقه من الكلمه النطق. يعني ايه النطق؟ الكلام الصادر عن العقل. يعني بمنتهى البساطه المنطق لغويا هو الكلام اللي حضرتك بتفكر بيه بعقلك بعد كده ينطقه لسانك، بمنتهى البساطه. يبقى تاني التعريف اللغوي، كلمه المنطق هي مشتقه من حاجتين. اول حاجه كلمه يونانيه مشتقه من لوجوس يعني العقل، وبالعربي النطق اللي هو الكلام الصادر عن العقل. يبقى اي سؤال يجي لك في المعنى دوت اللي هو كلام الفاظ عبارات انا فكرت فيها الاول وبعد كده نطقها لساني، يبقى ده المنطق لغويا. طب والمنطق اصطلاحيا قال لك لا، المنطق اصطلاحيا هو العلم. يبقى دي اول كلمه لو انا لقيتها في السؤال يبقى ده التعريف الاصطلاحي على طول، لان المنطق لغويا مش هو العلم. المنطق اصطلاحيا هو العلم اللي بيدرس القواعد العامه. يعني ايه كلمه قواعد عامه؟ كلمه قواعد يعني قوانين، كلمه قواعد يعني اجراءات، يعني الخطوات اللي انا بقدر بيها اميز ما بين التفكير الصحيح والتفكير الغير صحيح. واحد تفكيره صحيح واحد تفكيره خاطئ. طب مين اللي هيميز ما بين الصحيح والخاطئ، ما بين الفاسد والصائب؟ القواعد اللي المنطق هيتم وضعها من خلاله. يبقى المنطق هو العلم الذي يدرس القواعد العامة للتفكير الصحيح. قالك ان التفكير بيحتاجه الانسان في جميع مجالات الحياة، اي مجال، دكتور مهندس عالم معلم عامل، اي حد بيفكر هو محتاج ان هو يستخدم المنطق. عشان كده بيقول لحضرتك ان المنطق بيتم استخدامه في جميع حقول الحياة. اي حاجة ليها علاقة بالعلم والحياة هو مهم فيها المنطق. يبقى انا ركز في السؤال كويس قوي. لو السؤال بيتكلم على ان احنا بنستخدم الفاظ وكلمات وجمل بس بنفكر فيها الاول اللي هو الكلام الصادر عن العقل، يبقى ده تعريف المنطق لغويا. لو هو العلم اللي بيميز ما بين حاجتين، يقولك في الامتحان بيميز ما بين التفكير الصحيح والغير صحيح، الصائب والفاسد، ما ده بيميز ما بين اي حاجه وما ده ذكر لك كلمه العلم. خلي بالك انا بديك اهو تريكات الامتحان، يبقى احنا شغالين على التفكير الاصطلاحي او التعريف الاصطلاحي. طب بعد كده بيقول لحضرتك ايه هي اهميه المنطق؟ ركز كده معايا. اول اهميه للمنطق التمييز ما بين الادله السليمه والادله الغير سليمه.
يعني ايه؟ ما بين الشيء السليم والغير سليم، ما بين التفكير السليم والغير سليم، ما بين الادله الكافيه، يجي لك كده الادله الكافيه والادله الغير كافيه. زي بالظبط وكيل النيابه عنده ادله كتير جدا بس مش كلها بيقدمها للقاضي، بيميز ما بين الدليل الصح والدليل الغير صحيح. يبقى اول حاجه المنطق بيعملها ان هو بيميز ما بين الادله السليمه والادله الغير سليمه. طب تاني حاجه قال لي تحرير الفرد. يعني ايه كلمه بيحرره؟ يعني ايه كلمه بيحرره؟ يعني بيخليه يبعد عن اي تاثير للعاطفه والاستهواء. كلمه العاطفه الحب، الكره، المشاعر. كلمه الاستهواء اللي هي تصديق ما يقول الاخرين دون نقد او تمحيص. يعني المنطق بيخليك ان انت تبعد عن العاطفه ومش كل حاجه تتقالك تصدقها اللي هو الاستهواء. يبقى اول حاجه التمييز ما بين الادله السليمه والغير سليمه. اتنين، لو جالي في السؤال عاطفه، حب، مشاعر، كره، لو جالي في السؤال تصديق كل ما يقوله الاخرين، يبقى انا شغاله على تحرير الفرد من العاطفه والاستهواء. طب تالت حاجه قال لي تنميه الاتجاه النقدي من خلال فحص الحجه والادله. يعني ايه تنميه الاتجاه النقدي؟ ان كل حاجه حضرتك بتفحصها بيقول لك بتعمل عمليه تمحيص. يعني ايه عمليه تمحيص؟ فحص. انت مش بتاخد الكلام زي ما هو، لا ده انت بتفحصه، ده انت بتعمل له تمحيص علشان توصل للدليل والبرهان الصحيح. يبقى واحد، تمييز ما بين ادله سليمه وغير سليمه. في السؤال يجي لك التمييز ما بين حاجتين، دي بقى تريكات الامتحان. اتنين، التأثير ان انت بتتحرج من تأثير العاطفة والاستهواء والدعاية والشائعات. ثلاثة، ان هو بينمي عندك الاتجاه النقدي. طب رابع حاجة قال لي اختيار الفرد الألفاظ بدقة. الألفاظ اللي انت بتقولها، يجي لك في الامتحان ألفاظ، يجي لك في الامتحان كلمات، يجي لك في الامتحان جمل، بيخليك ان انت تختار كل ما هيقوله لسانك بدقة. يعني مش أي كلام تقوله، يعني تبعد عن الكلام اللي هو بيحمل اكثر من معنى او اللي هو ملوش معنى خالص اصلا. يعني العصا لمن عصى، كلمه ليها معنيين. 44 السلعوه، كلها كلمات هي ملهاش معنى اصلا. يبقى المنطق بيساعد على اختيار الالفاظ بدقه. طب اخر حاجه، مش احنا قلنا ان المنطق اصلا ليه مناهج؟ احنا ما قلناش الكلام ده. طب احنا بنقوله هو المنطق ليه مناهج علميه، ليه منهج تجريبي وليه منهج شبه تجريبي، وفي مناهج علميه. المناهج العلميه دي بيستخدمها اصلا العالم. ايه ده؟ يعني المنطق بينمي الروح العلميه. يجي لك في السؤال وركز في الحاجات دي، يجي لك اي حاجه ليها علاقه بالعلم، يجي لك ملاحظه، يجي لك حواس، يجي لك تجارب. يبقى هو احنا على طول هنروح لحاجه اسمها ايه؟ تنميه الروح العلميه. يبقى المنطق ليه مجموعه من الاهميات. لو ركزت في الحاجات البسيطه اللي احنا بنقولها هتلاقي الدنيا معاك مش زي الفل. طب بعد كده بيقول لي في عوامل للوقوع في خطأ التفكير. بداية القصيدة لازم تركز في قفلة السؤال، هل هو عايز عوامل ذاتية ولا عوامل موضوعية؟ ساعات السؤال بيحمل، والحاجات دي حصلت قبل كده في التقييمات، ساعات السؤال بيحمل الإجابتين، بس قفلة السؤال هي الفيصل. يعني ممكن السؤال يبقى قابلية للاستهواء مثلا ويبقى تغليب عاطفة على العقل مثلا، بس هنا الفيصل هل هو دوت ولا هو ده. فانت لازم تقرا قفله السؤال زي ما احنا متعودين كويس قوي. بالمناسبه في طلبه بتسالنا على وبتبعت لنا رسائل على ازاي ان احنا نشترك في منصه مناهج. الموضوع بسيط وسهل خالص. الترم كامل هو بيدفع فيه الاشتراك 280 جنيه. يعني انت الحصه واقفه عليك بحوالي 17 جنيه مثلا، يعني لو احنا دقيقين قوي في الكلام دوت 17 جنيه. الحصه بتنزل لك فيديو شرح كامل كاني بشرح لك بالظبط في السنتر. بينزل لك حل تدريبات 25 سؤال، بينزل لك حل واجب 25 سؤال، بينزل لك كمان فيديو امتحان. فانت في الحصه الواحده بتحل 65 سؤال. الملزمه، الناس اللي بتسال على الملزمه متوفره. بتتصل على الرقم اللي موجود قدامك اللي هو دوت، مش موجود هنا بس موجود في فيديوهات تانية، ارجع لها او اكتب كومنت وهو يجيب لك الرقم على طول. الملزمه ثمنها او الكتاب بقى، عشان هي مش ملزمه الحقيقه، الكتاب شامل الفرعين فلسفه ومنطق،
كل الشرح، وبعد كده التدريب 25 سؤال، وبعد كده الواجب 25 سؤال. الكتاب ثمنه 120 جنيه للناس اللي بتسال. طبعا زائد مصاريف الشحن حسب المكان اللي انت موجود فيه. عايز تتواصل مع المنصه تواصل، عايز ان انت تبعت لنا على الارقام اللي هي بتبقى موجوده على الشاشه ابعت، وهو هيشحن لك الكتاب على طول ان شاء الله باذن الله، ما فيش اي مشكله فيه. تعالى كده، يبقى انا هركز في السؤال كويس قوي، هو عايز عوامل ذاتيه ولا عايز عوامل موضوعيه؟ طب ايه العوامل الذاتيه؟ عندي 4 عوامل ذاتيه. اول حاجه تغليب العاطفه، ان الانسان يغلب العاطفه. العاطفه دي حب، العاطفه دي كره، العاطفه دي مشاعر. يعني زي الام بالظبط اللي يبقى ابنها عامل مصيبه وتداري عليه عشان خايفه ان ابوه يضربه، هنا غلبت العاطفه على العقل. يجي لك في الامتحان حب، كره، مشاعر، وجدان، جوانب انفعاليه، يبقى دي كلها مفاتيح تساعدك في الاجابه، يبقى ده تغليب العاطفه على العقل. وخلي بالك، تغليب العاطفه على العقل وليس تغليب العقل على العاطفه. خلي بالك من الحاجات دي كويس قوي. طب تاني حاجه القابليه للاستهواء. يعني ايه القابليه للاستهواء؟ تصدق اي حد. اي حد بيقول لك اي حاجه بتصدقها، سرعه تصديق ما يقوله الاخرين. اي حد بيقول لك حاجه بتصدقها دون نقد او تمحيص، من غير ما تعرف الكلام ده صح ولا غلط. طب ده بيساعد على ايه؟ قال لك بيساعد على نشر الشائعات، من كلام من هنا لهنا لهنا لهنا. بيساعد على نشر الخرافات، بيساعد على نشر الدعايه. يبقى 1 تغليب العاطفه على العقل، 2 القابليه للاستهواء، ركز في المفاتيح بتاعه الاجابه، 3 التسرع في الحكم. يعني ان انا التسرع في الحكم ان انت تدي احكام مش مدروسه، احكام متسرعه. كل المدرسه دي عيال فاشله، كل الجيل الجديد دي عيال بايظه، يبقى انت هنا اديت حكم غير مدروس، حكم غير متأني. بيقول لك عدم التأني، بتصدر حكم بشكل متعجل، في تعجل، ان انت ما بتدرسش الموضوع دراسه جيده. تمام كده؟ طب بعد كده بيقول لك ايه؟ التعصب والتطرف. يعني ايه كلمه تعصب؟ بنحاز لفكره بشكل شديد، فكره دينيه، فكره سياسيه، فكره فنيه، ان شاء الله حتى فكره كرويه. التعصب الكروي اللي مليان في الملاعب في الوطن، مش في الوطن العربي بس، في العالم كله. التعصب ان انا بنحاز لفكره، بس الانحياز ده انحياز شديد قوي لدرجه المغالاه. ده انا ممكن اضرب، ده انا ممكن اقتل، ده انا ممكن احرق، ده انا ممكن اكسر الاستاد وانا قايم لمجرد ان فريقي خسر. يبقى الانحياز الشديد، المغالاه، التمسك والتشدد الشديد جدا بفكره او بموقف معين. يبقى العوامل الذاتيه 4 عوامل، تعالى نرجعهم مع بعض: تغليب العاطفه على العقل، التسرع في الحكم، القابليه للاستهواء، والتعصب والتطرف. طب امال العوامل اللي بعد كده؟ قال لي العوامل اللي بعد كده بنسميها عوامل موضوعيه. تاني لازم تركز، قفله السؤال ذاتيه ولا موضوعيه؟ طب ايه هي العوامل الموضوعيه؟ قال لي اول حاجه عدم الدقه في استخدام اللغه. وخلي بالك من كلمه عدم، بدل ما يشيل لك في الامتحان كلمه عدم يبقى ساعتها البديل غلط. عدم الدقه في استخدام اللغه، بستخدم الفاظ ملهاش معنى، او الفاظ تحمل معنيين. لقد وقع الفتى بحب الفتاه فتاه. ايه فتاه فتاه دي يا ميس؟ لا، ده عدم دقه في استخدام اللغه. اكلت حذاء زوجي، صليت المغرب في المغرب، كلها كلمات تحمل اكثر من معنى او ملهاش معنى خالص. يبقى يجي لك في السؤال يقول لك كلمه كلمات، يقول لك جمل، يقول لك عبارات، يقول لك الفاظ، يقول لك غموض المعنى، يجي لك يقول لك سجع، يقول لك كنايه، يقول لك استعاره مكنيه، يقول لك اي حاجه من الحاجات والمفاتيح اللي انا حطاها لك. يبقى عدم دقه في استخدام اللغه. طب تاني حاجه نقص المعلومات. مداخل الفلسفه بس ما شفتش الفيديو، قلم وقع، استنى، بس ما شفتش الفيديو بتاع الدكتور زينب فما عنديش معلومات، فدخلت ما عرفتش احل لا قدر الله. يبقى هنا انا وقعت في خطأ التفكير نتيجة نقص المعلومات اللي موجودة عندي، اللي هي قلة البيانات، قلة المعارف، عدم كفاية ودقة المعلومة. طب امال صعوبة المشكلة؟ قال لي لا، كلمة مشكلة احنا اتفقنا يعني معضلة، يعني عقبة، يعني صعوبة. قال لي هي بتفوق قدراته العقلية، بتفوق عمر الفرد او غير مناسبه ليه. لو انا اديتك دلوقتي امتحان لطالب في ثالثه ثانوي، حتى لو انا مديتك المعلومات انت مش هتعرف تحله، لان هو بيفوق قدرتك العقليه والذهنيه. طيب بعد كده اخر حاجه بيقول لي الهيمنه. كلمه الهيمنه ساعات بتيجي السيطره. يعني ايه الهيمنه والسيطره؟ بمنتهى البساطه ان انا بنقاد، يعني بمشي ورا راي حد ليه نفوذ عليا، صاحب سلطه عليا، صاحب سيطره عليا، بيجبرني على شيء معين. بص بيقول لك ايه؟ سلطه، تحكم، نفوذ، قهر.
الفرق ما بين الهيمنه والقابليه للاستهواء، عشان لما اجي لك في الامتحان، القابليه للاستهواء انا بمشي ورا راي اي حد، اما الهيمنه انا باجبر من صاحب النفوذ والسيطره عليا ان انا اعمل شيء معين. بابا ادخل علمي، يبقى انا هنا هيمنه. مديري هاتيلي بيانات ما ينفعش ان انا اطلعها، يبقى دوت هيمنه. لكن الاستهواء بيمشي ورا اي حد، مع اللي رايح مع اللي رايحه وجاي مع اللي جاي. يبقى دي العوامل الذاتيه والموضوعيه للوقوع في خطا التفكير. طيب بعد كده المنطق واللغه. قال لي الحقيقه ان العلاقه وثيقه ما بين المنطق واللغه. ما احنا طول الحصه اصلا عمالين نقول الكلام ده، وطول الفيديو بنقول الكلام ده. بنقول ان انت بتفكر فبتعبر عن تفكيرك دوت باللغه، بالكلام، بالالفاظ. ده اصلا المنطق تعريفه لغويا هو الكلام. الكلام كلمه كلام يعني عبارات وجمل والفاظ الصادره عن العقل. بص بيقول لك ايه؟ المنطق بيدرس التفكير الانساني. انا فكرت يبقى هتكلم. الكلام اللي هو الجمل والعبارات والالفاظ، يبقى في علاقه وثيقه ما بين المنطق وما بين اللغه. قال لك الفاظ اللغه لو انا اتكلمت من غير ما افكر هيبقى كلام جوفاء، كلام عبيط، كلام ملوش معنى. يعني معنى كده ان في علاقه وارتباط ما بين المنطق وما بين اللغه. طيب عندي بعد كده حاجه اسمها الحدود المنطقيه، ومن هنا بيبدا المنطق الحقيقي. ايه هو الحد المنطقي؟ قال لي الحد المنطقي هو لفظ، بس اللفظ دوت بيحمل جزء من المعنى وليس المعنى كله. يعني ايه؟ قال لي الحد المنطقي دوت ممكن يبقى لفظ، ممكن يبقى لفظين، ممكن يبقى مجموعه من الالفاظ. بص كده، الحد المنطقي ممكن يكون لفظ. يعني ايه لفظ؟ اقول مثلا الطالب متفوق. الطالب ده حد منطقي، ومتفوق دوت حد منطقي. الطالب ده حد منطقي بنسميه نخبر عنه، ما انا بتكلم عنه اهو. ومتفوق حد منطقي نخبر به. ممكن يكون لفظين. طب ادينا مثال يا دكتور، تعالى اديك مثال. اقول مصر عظيمه، مصر العظيمه متقدمه ومتفوقه. مصر العظيمه مالها؟ متقدمه ومتفوقه. يبقى مصر العظيمه دي حد منطقي مكون من كلمتين. طب عده الفاظ، ممكن يجي عده الفاظ اللي هو ايه؟ اقول القاهره عاصمه جمهوريه مصر العربيه. القاهره دي حد منطقي مكون من لفظ واحد، اما عاصمه جمهوريه مصر العربيه دي حد منطقي بس مكون من عده الفاظ. يبقى الحد المنطقي ممكن يبقى لفظ، ممكن يبقى لفظين، ممكن يبقى عده الفاظ. المهم ان هو يدي جزء من المعنى وليس المعنى كله. يعني ايه؟ لو قلت لك طالب، ها يعني طالب ماله؟ فهو اداك جزء من المعنى. لكن لو قلت لك الطالب متفوق، هو هنا اداك المعنى كله. دي كلها على بعضيها بنسميها ايه؟ دي كلها على بعضيها بنسميها قضيه منطقيه. يبقى قضيه منطقيه يعني جمله خبريه، يعني جمله بتديك خبر. يبقى القضيه المنطقيه مكونه من مجموعه من الحدود. القضيه المنطقيه او الحد المنطقي، خلينا نشتغل على الحد المنطقي. الحد المنطقي ممكن يكون لفظ، ممكن يكون لفظين، ممكن يكون عده الفاظ. المهم ان هو بيدي جزء من المعنى وليس المعنى كله. طيب في عندي انواع من الحدود. طبعا وش لازم يجي لك اسئله فيها في الامتحان، لازم يجي لك اسئله سواء في المقالي او سواء ان شاء الله في الاختيار من المتعدد. اول حاجه قال لي انواع الحدود من حيث الكم. ركز في الكم والكيف. اسمها الكم، عشان انتوا بتقولوها الكم دوت لا خالص، والثانيه بتقولوها الكيف. كيف من حيث الكم قال لي عندي حد كلي، وعندي حد جمعي، وعندي حد جزئي. اول حاجه الحد الكلي. قال لي الحد الكلي ده حد بيطلق على عده افراد بس بشرط ان هم يكونوا بيشتركوا في صفات معينه، وينفع ان انا اطلقه، ينفع ان انا اقوله على كل منهم. يعني ايه؟ يعني انا ينفع ان انا اقول كلمه نهر مثلا اللي هو كاتبها لك دي، ده حد كلي بيطلق على عده انهار. ليه؟ لاشتراكهم في صفات معينه، كلهم ميه عذبه، فيهم ميه والميه دي عذبه. اقول مثلا نهر النيل، اقول نهر دجله، اقول نهر الفرات. يبقى ده حد كلي بيطلق على عده ايه؟ بيطلق على عده اشياء او عده افراد في ما بينهم صفات معينه. اقول مثلا كلمه مدينه، مدينه دي ينفع ان انا اطلقها على عده اشياء او اشياء. اقول مدينه الاسكندريه،
اقول مدينه طيبه، اقول مدينه القاهره، مدينه شرم الشيخ، عشان كلهم بيشتركوا في صفات معينه. مدينه ارض وناس وحكومه وسلطه عليها. يبقى احنا هنا عندنا الحد الكلي حد يطلق على عده افراد بس بشرطين، يكون ما بينهم صفات معينه ينفع ان انا اطلقه على كل واحد منهم على حد، زي ان انا اقول نهر النيل، نهر دجله، نهر الفرات. تمام كده، كلام سهل وبسيط وما فيهوش اي حاجه. طب امال الحد الجزئي؟ قال لي لا، حد الجزئي انا بقول عليه حد اللي هو عامل ايه، زي الفريك ما يحبش شريك، هو بيطلق على واحد فقط، واحد بالذات، واحد بعينه، ما ينفعش اطلقه على اي حد تاني. نهر النيل واحد، هرم خوفو واحد، احمد زويل واحد، مصطفى النحاس واحد، عباس العقاد واحد، مدينه الاسكندريه واحده. يبقى هو حد بيطلق على فرد او شيء واحد بالذات، ولا يمكن ان يطلق على غيره. يبقى الحد الكلي، الحد الكلي ينفع ان انا اطلقه على غيره، الحد الجزئي على واحد بس. طيب ينفع ان انا احول ما بين الحد الكلي للجزئي والعكس صحيح؟ قال لك ينفع، الحقيقه احنا ناس مرنه وينفع. طب ينفع ازاي؟ قال لك عن طريق 3 حاجات اعرفهم معايا سهلين قوي وبسيط قوي. ايه هي؟ قال لك اول حاجه الاشاره، التخصيص، الاضافه. يعني ايه يا دكتور؟ تعالى كده اشرحها لك هنا، تعالى نشرحها هنا عشان لو توضح في الشاشه. كلمه نهر، كلمه نهر ده حد كلي. طب انا عايزه احولها لحد جزئي، قال لك بالاشاره يا قلب الميس. الاشاره اللي هي اسماء الاشاره لو انت مش عارفها، اقول هذا النهر. طيب بالاضافه، يعني ايه بالاضافه؟ نهر، نهرنا، النهر بتاعنا احنا مش بتاع اي حد تاني. طيب بالتخصيص، خصصوا نهر، نهر النيل. يبقى لو انا عايزه احول من حد كلي لحد جزئي، احط له اسم اشاره، احط له اضافه، احط له تخصيص. طب انا لو انا عايزه ارجع دوت تاني لحد كلي، قال لك سهله، احذف الاشاره اللي انت حطيتها، احذف الاضافه اللي انت حطيتها، احذف التخصيص. وحذف التخصيص بنحب ندلعه نقول عليه تعميم. يبقى انا لو عايزه احول من الحد الكلي للحد الجزئي عن طريق الاضافه والاشاره والتخصيص. لو عايزه ارجعه تاني حد كلي، احذف اللي انت عملته، ارجع في كلامك، احذف الاشاره، احذف الاضافه، احذف التخصيص اللي احنا بنقول عليه تعميم. طيب بعد كده قال لي عندي حد اسمه حد جمعي. حد الجمعي ساعات بنقول عليه اسم الجمع. زي ايه؟ زي ما نقول شعب، زي ما نقول قبيله، زي ما نقول قوم. قال لي حد بيطلق على عده افراد، الشرط الاولاني اللي فيهم مجتمعين مع بعض. ده الشرط الاولاني. قبيله ناس مع بعض، شعب ناس مع بعض، سرب طيور، طيور شويه طيور مع بعض، جيش، افراد وجنود وضباط مع بعض اطلق عليهم جيش. قال لك الشرط الثاني ولا يطلق على اي فرد منهم على حد. ما ينفعش ان الجيش دوت مكون من احمد ومحمد ومحمود ومصطفى ومينا، اقول احمد جيش مصطفى جيش، لا ما ينفعش. يبقى في فرق ما بين الحد الكلي والحد الجمعي. الحد الكلي في ما بينهم صفات وينفع ان انا اطلقه على كل منهم على حد. اما الحد الجمعي هم مجتمعين وما ينفعش اطلقه على كل منهم على حد. اسره، اب وام واولاد مجتمعين مع بعض اسمهم اسره، حد جمعي. طب الاسره دي ايه افرادها؟ انت سائله يا ميس، اب وام ومحمد واحمد. طب انا ينفع اقول اب اسره ام اسره؟ لا ما ينفعش. يبقى ده بنسميه حد جمعي او اسم الجمع. يبقى خدنا حد كلي، خدنا حد جمعي، خدنا حد الجزئي. ده من حيث الايه؟ من حيث الكم. طب هقول لك حته بقى كده صغيره عشان ابقى رضيت ضميري كده. اسم العلم، اسم العلم اللي هو زي محمد واحمد ومحمود ومصطفى، هل هو حد كلي ولا جزئي؟ قال لي اسم العلم هو حد جزئي، ان هو بيطلق على واحد بس. كون بقى ان في كتير اسمهم احمد، كتير اسمهم محمد، ده صدفه مش عشان هما مشتركين في صفات. طب في اسماء زي جميله، زي رؤوف، زي صابر. قال لي كلمه جميله دي مثلا، لو انا قلت الطالبه جميله ومجتهده اللي هي الصفه فهي حد كلي. اما لو قلت الطالبه جميله حصلت على المركز الاول فهي حد جزئي تاني. كلمه جميله، كلمه رؤوف، كلمه صابر اللي هو الاسماء اللي هي بتحمل ساعات تنفع صفه وساعات تنفع اسم. لو انا اقصد بيها اسم فهي حد جزئي، اما لو انا اقصد بيها صفه فهي حد كلي، عشان ما تتلخبطش اكتر من كده. طيب الحدود من حيث الكيف، قال لي الحدود من حيث الكيف عندي حاجتين، عندي حد موجب وعندي حد سالب. الحد الموجب اللي هو بيعبر عن وجود الصفه. يعني ايه بيعبر عن وجود الصفه؟ يعني الصفه فيه مثبته موجوده. بص بيقول لك ايه؟ شيء مثبت، ذكي، قوي، امين، شجاع، خائن، مهمل.
يبقى دي كلها صفات موجوده. اما السالب انا نفيت عنه، انا سلبت منه صفه، عشان كده بيقول لك بيعبر عن غياب الصفه او نفيها. يبقى الحد الموجب حد مثبت، اما الحد السالب حد منفي. طب ايه هي ادوات السلب؟ قال لي لا واللا وغير. تاني لا اللا غير، دول الحدود اللي بنسميها او دول الادوات اللي بنسميها ادوات السلب. طب ليس يا ميس، بصي كده الحته دي، قال لي ليس لا تسلب الحدود. يعني ايه ليس لا تسلب الحدود؟ يعني احمد ليس مهمل. حد مهمل دوت حد موجب. ايه يا ميس هو انت اتحاولتي ولا يا ميس ما في ليس اهو؟ لا، ليس لا تسلب الحدود ولكنها تفصلها. يعني هي فصلت احمد عن مهمل لكن هي ما سلبتهوش الاهمال. يبقى عندي 3 ادوات بس للسلب، لا والله وغير. يبقى انت تركز في السؤال كويس قوي، عشان كتير بيجيب ليس الحقيقه وبيبقوا قاصدين ان هم يجيبوها عشان عارفين ان الطلبه هتقع فيها. ليس لا تسلب الحدود، تاني ليس لا تسلب الحدود ولكنها اداه فصل. طيب اسم العلم احنا قلنا اهو، ايه ده انا طلعت اهوت كاتباها. اسم العلم زي ما احنا قلنا، لو اسم زي مروان زي زينب زي هدى زي احمد، اسماء اشخاص دي كلها حدود جزئيه. اما لو اسماء اللي هي تنفع اسم وصفه زي جميله زي صابر زي رؤوف، انا هشوف في السؤال لو صفه، ودي برده ساعات بتيجي في الامتحان وخد مني. لو صفه يبقى ده حد كلي، لو اسم فدوت حد جزئي. طب بصي كده، يعني انا مش حرمك من حاجه، والله شغل عالي عالي يعني. بصي كده انا جايبه لك يعني زي امثله ان شاء الله باذن الله هتصادف منهم في الامتحان ان شاء الله. حد جزئي: برج القاهره، البحر الاحمر، المحيط الهادي، جبل عتاقه، قناه السويس، مصطفى محمود مؤسس بنك مصر، مصطفى السيد، طه حسين الحاكم بامر الله. ده حدود جزئيه. الحد الكلي: مصري، اقطاعي، راسمالي، مؤذن. خد سكرين شوت. فيزياء، شارع، مكتبه، رئيس قسم. الحد الجمعي: مملكه، مستعمره، قبيله، فيلق اللي هو تجمع الجنود، لواء، قافله، دفعه، جمعيه، مجلس، محلفون. يعني بص انا بلعب لك في كل حاجه اهوت. حد موجب: طيب، كريم، انطوائي، نرجسي، متفائل، فضولي، عاصف، ممطر، معتدل، مضطرب. حد سالب حطينا كلمة لا وغير: لا نباتي، لا ممطر، غير معتدل، غير مضطرب، غير هادئ، غير بعيد، غير طيب، غير انطوائي، لا نرجسي، لا متفائل، واللا. خلي بالك اللا مش إلا دي غلط عشان انتوا ساعات بتتحولوا. اللا مش إلا. تمام كده؟ يبقى احنا كده غطينا الجزئيه بتاعت الحد الموجب والحد السالب والحدود دي، وشرحناها بشكل مبسط، وبرده مش راضيه اطول عليكم عشان الفيديو ما يطولش مني. طيب عندي بعد كده حاجه اسمها المفهوم وحاجه اسمها المصدق. يعني ايه كلمه المفهوم ويعني ايه كلمه المصدق؟ تعالى كده نراجع عليهم ونفهمهم بمنتهى البساطه. انا قلت لك ايه هي اللي بيجي في دماغك اول ما انا اقول لك كلمه كنيسه؟ تقول لي يا مس كنيسه مكان اخواتنا المسيحيين بيروحوا يعبدوا فيه ويروحوا يأدوا صلواتهم. ايه جامع؟ ايه مس يعني جامع يعني جامع، مبنى، بناء، قاعه الناس بتروح فيها عشان تعبد الله وتقيم الصلاه فيها. ايه مس يعني يبقى ده مفهوم اللفظ. طب يعني ايه مستشفى؟ تقول لي مكان عشان يعالج المرضى، دي صفاته. كلمه صفات اللفظ دوت يعني المفهوم. ايه ده الكلام سهل، امال عاملين ازمه عن المفهوم والمصادق والكليات الخمسه دي؟ ده كلام سهل. قال لي مفهوم اللفظ هو الصفات او المعاني اللي انا اول ما اقول لك اللفظ تفهمها. يعني معنى كده ان الصفات دي حاجه ماديه ولا حاجه معنويه؟ اوعى توقعني، استنى كده. يعني معنى كده ان الصفات دي شيء ماله؟ قال لي وجود معنوي. ايه اللي انت فاهمه من المدرسه؟ يقول لي يا مس صفات المدرسه بناء، في تعليم، في طلاب، في معلمين، ده صفته. يبقى بص بيقول لك ايه، زي ما انا كده اقول لك لفظ كائن حي، ايه اللي يجيب في دماغك اول ما انا قلت لك لفظ كائن حي؟ تقول لي كائن بيتنفس، بيخرج، بياكل، بيشرب، بيحتاج الغذاء. كائن يا مس كائن حي. يبقى كائن حي بيثير في الذهن صفه الحياه، الاكل، التكاثر، الاخراج، الكائن يا مس النمو. طب لفظ انسان اول ما انا قلته لك ايه اللي جه في دماغك؟ ايه مفهومك عن لفظ انسان؟ تقول لي كائن عاقل، بيفكر، بينطق، كائن حي عنده صفه الحياه، كائن حساس. طب ايه هو اللفظ مستشفى؟ ايه اللي صار في دماغك؟ تقول لي زي ما انا قلت لك مكان معد لعلاج المرضى.
يبقى مفهوم اللفظ هو الصفات اللي بتيجي في بالك اول ما انا اقول لك اللفظ على طول. تمام كده؟ يبقى لو جالك في الامتحان وهيجي لك واسمع مني المفهوم، يا هتقول له اي مثال من اللي انا كاتبه لك هنا دوت على طول. طب كلمه المصدق، كلمه المصدق اللي بينطبق عليه الامثله. كلمه الماء يعني الذي، بص كده تعالى كده نكتبهم كده. كلمه الماء يعني الذي، صدق يعني ينطبق. ساعات بنحب ندلع المصادق ونقول المصادقات بتاعه اللفظ، يعني الامثله اللي بتنطبق عليه. يعني مستشفى ايه المصادق عليها؟ تقول لي يا مس كل المستشفيات. جامعه اسكندريه وجامعه القاهره وجامعه حلوان وجامعه المنوفيه وجامعه العريش، دي كلها المصادقات بتاعته. يبقى كلمه المصادق هو الفرد او مجموعه الافراد. خلي بالك مش مقصود بالفرد هنا البني ادم، لا، المقصود بالفرد هنا العناصر والمكونات اللي بينطبق عليها اللفظ في الواقع. ايه ده حلوه في الواقع دي. يبقى المفهوم هو شيء معنوي، اما الشيء الماديه اللي موجوده في الواقع هو مفهوم الايه؟ المصادق. يعني انسان المصادقات بتاعته محمد واحمد ومحمود ومصطفى ومينا وكيرلس ومارينا، دي المصادقات بتاعته. مسجد المصادقات بتاعته، هتقولي يا ميس مسجد المشير طنطاوي ومسجد الرحمن الرحيم ومسجد الميدان ومسجد الامين، دي المصادقات بتاعته. يبقى اللي انا بفهمه من اللفظ، الصفات اللي انا بفهمها ده المفهوم. الامثله ما ينطبق عليه في الواقع دوت الايه؟ المصادق. بص بيقول لك اهو مصادقات مستشفى، دي امثله عشان لما يجي لك امثله في الامتحان مقالي اديني مش هجمك من حاجه. تقول له مستشفى الاطفال الرمد الجلديه. مصادقات معدن، تقول له معدن الحديد النحاس الذهب الفضه، دي المصادقات بتاعت كلمه معدن. طيب بص بقى يا سيدي، قال لك العلاقه عكسيه ما بين المفهوم وما بين المصادق، بس عكسيه نسبيه، وحط كلمه خط تحت عكسيه نسبيه. يعني اوعى يجي لك في الامتحان يقول لك عكسيه مطلقه، يقول لك عكسيه ثابته، هلسوعك لو اخترتها. اسمها عكسيه نسبيه. طب ايه الدليل على كده؟ بص بيقول لك ايه؟ كل ما تضيف للمفهوم بيقل المصادق. طب ما تيجي يا دكتور تفهميني ايه المصادقات بتاعت معلم؟ يعني ايه كلمه مصادقات؟ ما ينطبق عليهم كلمه معلم، بينطبق على كل المعلمين في العالم. طيب مفهوم زي معلم عربي، خلي بالك انا زودت لك هنا اهوت في المفهوم بقى معلم عربي، كل المعلمين العرب فقط. ايه ده؟ ده احنا كنا الاول شغالين على كل المعلمين في العالم، بعد كده لما زودنا في المفهوم المصادق قل، بقى كل المعلمين العرب فقط. تعالى زود لك في المفهوم تاني، معلم مصري بينطبق على ايه؟ قال لي على كل المعلمين المصريين فقط. المصادق بتاعي عمال يقل كل ما المفهوم بيزيد. طب معلم مصري يقوم بتدريس المواد الفلسفيه، انا عماله اضيف في صفات في مفهوم فالمصادق بيقل. كل المعلمين المصريين اللي بيدرسوا المواد الفلسفيه، بعد ما كنت بقول كل المعلمين المصريين بقى اللي بيدرسوا المواد الفلسفيه بس، المصادق بيقل. ضفت للمفهوم قلت له معلم مصري يدرس المواد الفلسفيه بالقاهره، راح المصادق قل وبقى كل المعلمين اللي بيدرسوا المواد الفلسفيه بمحافظه القاهره. المصادق عمال يقل اهو. يعني ايه المصادق؟ الامثله اللي بينطبق عليهم. طب معلم مصري يدرس المواد الفلسفيه بالقاهره بمنطقه حلوان، كل معلمين بيدرسوا المواد الفلسفيه بمنطقه حلوان، ده هنا القاهره تحت بقى حلوان. طب معلم مصري يدرس المواد الفلسفيه بمنصه مناهج، تبا لتواضعي ذنب عاطف. يبقى كل، شفت تبا لتواضعي دي؟ يبقى كل ما انا بزود في المفهوم المصادق بتاعي عمال يقل يقل يقل. بس خلي بالك الصفات اللي انا بحطها اللي هي مصري عربي مواد فلسفيه بالقاهره منطقه حلوان، كلها صفات اساسيه، كلها صفات مؤثره. يعني انا مش بحط صفات شائعه ولا بحط صفات ملهاش لازمه، لا ده انا بحط صفات اساسيه وجوهريه وصفات ليها معنى ومؤثر. يبقى العلاقه ما بين المفهوم والمصادق علاقه عكسيه نسبيه، كل ما المفهوم بيزيد بصفات اساسيه وجوهريه كل ما المصادق بتاعه بيقل. طب تعالى بقى كده بناخد اخر نقطه معانا، التقابل بين الحدود. يعني ايه كلمه التقابل؟ العلاقه. يعني ايه حد كلمه قال لي عندي نوعين من التقابل، عندي تقابل بالتناقض وعندي تقابل بالتضاد. سهل وبسيط ما فيهوش اي حاجه. التقابل بالتناقض بيكون ما بين حدين. يعني ايه كلمه حدين؟ يعني كلمتين، يعني لفظين. شفت كده؟ او جبت لك اخر اهو. قال لي ما بين حد موجب
تاني ونفس اللفظ بس بعد ما سلبته، بعد ما نفيته، يبقى ما بين موجب وسالب. يعني ايه؟ احمد لا بلاش احمد، حر لا حر، ابيض لا ابيض. السالب بتاعه النفي بتاعه، فاكر لسه قايلين ادوات السلب لا وغير. موجود لا موجود. يبقى التقابل بالتناقض ما بين لفظ مثبت موجب وما بين لفظ منفي سالب. قال لك اهوت ابيض لا ابيض، حر لا حر. طب انا عايزه اقول لك حاجه، القلم دوت ابيض ولا ابيض في نفس الوقت. قال لي يا مس مستحيل يكون الشيء مثبت ونفيه في نفس الوقت، عشان كده بنقول القانون بتاعه لا يجتمعان معا. بص كده، الحدين المتناقضان ما يجتمعوش ما بيحبوش بعض، ما ينفعش يجتمعوا مع بعض. ما ينفعش ميس زينب تبقى موجوده ومش موجوده في نفس الوقت، لا يجتمعان معا. اما تكون موجوده، بص كده، اما تكون موجوده او مش موجوده، يعني لازم واحد فيهم. بص بيقول لك ايه؟ لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، اما موجوده او مش موجوده، واحد فيهم بس، ما ينفعش الاثنين برضه ما يبقوش موجودين. يبقى القاعده بتاعت التقابل بالتناقض لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، بمعنى انه لا يخلو الشيء، بص، الواحد منهما معا. ما ينفعش الاثنين يتشالوا، ما ينفعش الاثنين يتحذفوا، ما ينفعش الاثنين يبقوا موجودين مع بعض. يبقى لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. يبقى حاجتين في التقابل بالتناقض ما بين الحد الموجب والحد السالب او المنفي والمثبت، ولا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. طب امال التقابل بقى بالتضاد؟ قال لك لا، كلمه التضاد لما انت بتاخدها في العربي هنروح بعيد ليه؟ ما بتنفهاش، امال بتعمل ايه؟ بتجيب عكسها. يعني كلمه حر عكسها بارد، التضاد بتاعها تضادها. كلمه ابيض التضاد بتاعها اسود. طب ابيض دي منفيه؟ قال لي لا مش منفيه، موجب. طب اسود دي انت شفت اداه نفي انا حطاها؟ لا موجب. يبقى التضاد ما بين حد موجب وحد موجب، ما بين حد مثبت وحد مثبت. طب انا جيت قلت لك القلم دوت ابيض واسود، قلت لي يا مس سلامة الشوف، مستحيل يبقى ابيض واسود مع بعض. يبقى الحدين المتضادان لا يجتمعان معا، مستحيل يبقوا مع بعض. مستحيل يبقى الجو حر وبرد في نفس الوقت، مستحيل يبقى القلم دوت ابيض واسود في نفس الوقت. بس بص بقى الحته الحلوه دي، بيقول لي ايه؟ وقد يرتفعان معا. يعني ايه قد يرتفعان معا؟ ممكن القلم ده ما يبقاش ابيض واسود على فكره، عادي خالص، ممكن يبقى رمادي، ممكن يبقى احمر، ممكن يبقى اصفر، ممكن يبقى اخضر. ممكن الجو ما يبقاش حر وبارد، ممكن يبقى متوسط، ممكن يبقى دافئ. يبقى هنا لا يجتمعان ولا يرتفعان، لازم واحده فيهم تبقى موجوده. لكن هنا لا يجتمعان وقد يرتفعان. يبقى خلاصه القول الحدين اول ما اقول لك التقابل بالتناقض تقول لي موجب وسالب، بالتضاد موجب وموجب، لا يجتمعان لا يرتفعان، لا يجتمعان وقد يرتفعان. طيب وبكده احنا نكون خلصنا المراجعه بتاعه الفلسفه والمنطق. اتمنى ان شاء الله باذن الله ان انا اكون حاولت افيدكم على قد ما اقدر. حاولت ان انا ما اطولش الفيديو ولا الحصه عشان كل الطلبه تشوفها. لو عندك اي سؤال سيب لنا السؤال في الكومنت، وزي ما انا قلت لك واتفقت معاك شير الفيديو دوت لكل الطلبه اصحابك وزمايلك من القاهره لحد اسوان، وصدقني هعمل معاك صفقه جامده جدا، وهنزل لك شرح للكليات الخمسه ان شاء الله باذن الله بعد ما نستأذن منصه مناهج. السلام عليكم.